وسويس كمان عرفهم من يشوفك من اصحابك من الهم ولا مالك يا عم شايل طاجن ستك ليه كده على الصف؟ الله يرحمك يا ستي، والله رايح بالها من العالم اللي احنا فيه ده. يا عم الله يرحمه انا ما قلتش حاجه، بس افرض وشك كده ده النهارده صاحب الشقه هيجي يعلي اليوميه والدنيا هتبقى خربانه عشان اليوم طويل، بس افرض وشك يا عم ابوس ايدك خلي اليوم يمشي. واللي احنا فيه ده فعلا يضحك، هم يضحك وهم يا جمل. اضحك كده وخليك فريش. لو هتفضل الزار السعيد ده انا هناخد بعض ونمشي. لا هزار نافع ولا سكاتي نافع، وعايز نضحك على خيبتي وخيبتك يا ابن الفقريه. يا عم اهم حاجه ان احنا شغالين مش عطلانين وبننزل وبنصرف على نفسينا والدنيا حلوه وبنمدش ايدينا لحد يا عم، ده انت غريب قوي. هو اللي احنا فيه ده انت مسميه شغلانه؟ انا واحد محاسب قد الدنيا، المفروض يبقى ليا المكتب بتاعي كده اهوت واشرب الصبح النسكافيه بتاعي وابقى متمزج ورايق وسكرتاريه داخله وسكرتاريه طالعه، مش هستبح بوشك. يا عم في ايه يا صاحبي؟ الشغل مش عيب يا عم، وبعدين احنا الحمد لله احسن من غيرنا بكتير. يا عم انا ما قلتش عيب، بس الا دي شغلانتنا وانا مكاننا يا ابن الناس. انا ما اتعلمتش 16 سنه في حياتي عشان ما في الاخر ده مكاني. يا عم واحنا كنا وزراء واترفدنا؟ ما احنا بنمشي الدنيا يا صاحبي لحد ما ربنا يكرم، وبعدين اكيد مش هنعيش حياتنا في وسط السكاكين والمعاجين دي كلها. طول ما احنا هنا عمرنا ما هنتطور يا ابن الناس. لازم نسعى في حاجه نكون بنحبها مش مجبورين عليها. تقدر تقول لي ب 200 جنيه يوميا تقدر تتجوز في قد ايه؟ 200 جنيه يعني انا كل يوم وانا نازل من البيت يا اما هتمشى يا اما هشعبط في اي ترمايه معديه، تبقى كده اما هي زي ما هي معايا يا معلم. نصح قوي. طب ما تكمل لي كده يومك يا حرش. شقتين فول وحتتين فلافل 15 جنيه. رايق. بعد كده هجيب علبه سجاير ب 75 يبقى 75 و15 ادي كده 90. طبعا ما انت اقرع ونزهق. وكارت شحن الكبير على الطاير وحدات من عند عم شباطه يبقى كده كام؟ 120. طبعا عشان تكلم حنون اللي انت معشمها. و30 جنيه بالليل لزوم عشرتين الدومينو. لازم طبعا عشان تفسد دماغك من تعب اليوم كله. يبقى كده هيبقى 50 يا معلم. طب والله العظيم يا عم فيها البركه. طبعا انت عارف ال 50 جنيه دي هتحطها فين مش كده؟ ايوه في الجمعيه اللي بخشها كل اول شهر. ده عبيط ولا ايه؟ يعني انت محتاج لك 33 سنه عشان تقدر تجيب لك حته شقه. يا نهار ابيض، وتقول لي مش مبسوط ليه يا عم؟ يا عم انت جايب ليه كده يا عم؟ انت مش طبيعي. انا مالي. انا واقعي يا صاحبي. هو اللي بيتكلم في الواقع بقى كئيب عالم. والله يا عم هتفرج من عنده كده مره واحده وهنركبوا المرسيدس وهنبقى الدنيا معانا ايزي في اللذيذ خالص. فك بقى وسيبها عليه يا عم. احنا فعلا هنركب المرسيدس، بس التاني عارفها؟ هو انت صاحبي فاكرني ان انا مش شايل هم وان انا ما بحسبلهاش عشان على طول بضحك؟ ربنا ما يوريك ان ورا الضحك ده متشال ايه. انا بس بحسبها حسبه تانية، بحسبها ان انا طول ما انا واقف على رجلي وبصحتي واهلي كويسين الحمد لله مش عايز اي حاجه تانية. صدقني يا عمر في نعم كتير قوي في ايدينا ربنا عطاها لنا، بس احنا اللي مش واخدين بالنا منها. عندك حق يا صاحبي. هو يمكن بس ايامنا صعبه شويتين والحمل بقى 3، بس انا التفكير تعبني قوي. وفكره انك انت مش مطمن من بكره ديت بقت بتسفي فرحتك من اي حاجه. انت مش عارف انا ما بعرفش انام بالليل ازاي من كتر التفكير. يمكن هي دي اكتر حاجه بتتعبني. ارضى يا صاحبي وان شاء الله ربك هيرزق وهيكرمنا من وسع. احنا مش وحشين وبنسعى وربك ما بيضيعش تعب حد، بس انت تفائل كده والنبي ها، عشان ايه بوشك ده مفيش اي حاجه عتبني. والله يا صاحبي انت اللي بتشيل من عليا وبتهون عليا الايام المهببه اللي احنا فيها دي. ربنا يخليك ليا يا صاحبي. يخليك ليا يا صاحبي. ربنا يخليك ليا يا صاحبي. والله العظيم يا حبيبي. ما تديش ايدك انت. حبيبي يا اخويا. خلاص بقى انت ما كنتش نقاش بقى. يلا بينا نخلص الشقه بس عشان الراجل. عايز بقى ارسم هنا بطوط وماسك. لا بطوط ايه يا عم؟ استنى عشان الراجل شكله جاي. مين؟ الراجل. ما شاء الله ما شاء الله. الله ينور رجاله. الشغل على العالي. ازيك يا هندسه عامل ايه يا حبيبي؟ صباح الفل يا هندسه. عامل ايه؟ اهم حاجه بس يكون الشغل عجبك يا هندسه ومراضيك ان شاء الله. لا والله العظيم الحمد لله الشغل جميل وزي الفل. انتوا ما شاء الله عليكم شباب شاطره وبتكافح وانا مبسوط بيكم. صحيح نسيت اقول لكم عندي واحد صاحبي دلوقتي مشطب كومباوند كبير وانا رشحت لكم ليه عشان تروحوا تشطبوا معايا الكومباوند كله لان انتوا شغلكم حلو. انت بتتكلم بجد يا باشا؟ هو بيتكلم بجد ما بيضحك؟ هو الشغل فيه صغير معلمين. شفت لك على الضفر جدع. السلام عليكم. كمان عرفهم ان الغربه دي نار وعذاب، مين هيشوفك وانت بطولك من غير اهلك ولا احباب، عشت لوحدك يجي مثلنا ومحدش دق
إلك الباب. عيون الناس كلها بصلك، دول فاكرينك ملياردير. ربنا وحده عالم بحالك، عارف انك شفت الوين. دول فاكرينها كده بسهولة، مش فاهمين